مساء الفل يا جماعه، اخباركم ايه؟ النهارده هنرد على سؤال بيجي لنا كتير في الاسئله وهو عدد الطبقات. هتحط لي كام طبقه نانو على دهان العربيه؟ وعارف ان حضرتك كعميل دخلت في حيره، مكان يقول لك طبقه ومكان يقول لك 3 ومكان يقول لك 20 طبقه. اللي عايزين نوضحه النهارده ان اللي بيحدد الجزئيه دي الشركه المصنعه للمنتج، هي اللي بتحدد المنتج ده بيتفرد بيه كام طبقه، والاهم الكميه اللي مطلوبه لكل متر مربع في الدهان. يعني في منتج ينفع يتفرد بيه طبقه واحده وفي منتج ينفع 3. ده اللي بيحدده الادهيجن بتاع المنتج او درجه التصاقه بالسطح. انما موضوع ال10 طبقات وال20 طبقه ده كلام غير علمي، لان حتى لو المركز عمل لك ده وحط لك ال20 طبقه على الدهان، ده اصلا هيضرك مش هيفيدك، لان التماسك والترابط ما بين عدد طبقات كتير ببعضها وبطبقه الدهان مش هيكون قوي. الطبقه هتبقى هشه على طبقه الدهان، على عكس ان انا افرد عدد طبقات معقوله على الدهان على حسب توصيه الشركه المصنعه، وتبقى كل طبقه متغذيه كويس. ده هيكون احسن بكتير. هنوضح لكم برضو سيستم شغلنا. احنا بنستخدم منتج النانو دايموند. المنتج بنقدم بيه 3 مستويات، ال10 وال11 وال12 اتش. الفرق ما بين الثلاث مستويات في الكميه اللي بياخدها كل متر مربع في الدهان. يعني اول مستوى اللي هو ال10 اتش كل متر مربع في الدهان بياخد 5 مللي، المستوى الثاني كل متر مربع 10 مللي، المستوى الثالث كل متر مربع 15 مللي. وده بناء على توصيه الشركه المصنعه. برضو دي طريقه الفرد. ان احنا بنهتم ان كل قطعه في العربيه بتتفرد وش طول ووش عرض بالكميه اللي الشركه الموصيه مبلغه بيها، على اساس ان يحصل تشبع كامل للدهان والجزيئات كلها تتشبع من كل الاتجاهات. وكمان اننا قبل تطبيق النانو بنهتم جدا بشغل التجهيز، بنشتغل 7 مراحل تجهيز بس قبل تطبيق النانو. ده بيفرق في الامتصاص والتشبع والادهيجن ما بين طبقه النانو وطبقه الورنيش. خلاصه الكلام، دور كويس واسال في كل الكلام اللي وضحته لك عشان تعملها مره واحده. شكرا لكم.